السلام على سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر، صلى الله تعالى عليك مولاي، اللهم عجل فرجه الشريف. السلام على سيدي ومولاي الإمام قطب الدائرة علي بن موسى الرضا، صلوات الله عليه وآبائه. السلام عليك سيدتي ومولاتي فاطم المعصومة، صلى الله عليك سيدتي، صلى الله عليك وسلم، وآبائك الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا صل بكل صلواتك وسلم بكل تسليماتك على سيد خلقك حبيبك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي وسيدي ومولاي، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وتوفنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا، واحشرنا يا مولانا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة، وأدخلنا الجنة في معيته، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. توسل يوم الأربعاء. اللهم إني أسألك بحق يوم الأربعاء وبحق نبي للخير جمع وبحق علي للأبواب قلع. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبحق الزهراء للجنة شمع وبحق الحسن للخير زرع وبحق الحسين كالبدر سطع وبحق زين العابدين للرب ضرع وبحق باقر علوم النبيين للعلياء طلع وبحق صادق الأولين والآخرين للعلم شعشع وبحق الكاظم للوسيلة لمع وبحق الرضا للسر برع وبحق الجواد للكرم مستودع وبحق الهادي لله أسرع وبحق العسكري به نتشفع وبحق المهدي للظلام يقشع. صل عليهم يا رب وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم. صل يا ربنا عليهم في الأولين والآخرين، وصل عليهم في النبيين والمرسلين، وصل عليهم في السماوات والأرضين، وصل عليهم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والعن أعداءهم الظالمين الفاسدين المنافقين من الأولين والآخرين. إلهي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، وبين وليه العالم العليم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب العالمين. قبل أن أدخل إلى آل البيت في سورة الكوثر، أذكركم بعدة نقاط في
حديثين كنا نسمع بهم منذ زمن بعيد قبل أن أعلن ولايتي لأمير المؤمنين. حديثين كنت أحبهم جدا، حديثين عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا، بس ما كانوا يروونه باسم الإمامة، كانوا يروونه باسم أحمد بن حنبل في المسند. الطريف إن في منهم حديث بينهى عن الخمر، كانوا يطبعونه الإخوة في مصر ويوزعونه على راكب السيارات في الإشارات، وإذا يعتبر نهي قاطع عن الخمر، أن الخمر أم الخبائث كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث الأول يرويه أحمد بن حنبل في مسنده عن إسحاق قال: بينما نحن في بغداد إذ دخل الإمام علي بن موسى الرضا صلى الله تعالى عليك مولاي يا سيد الغرباء، اللهم اكتب لنا زيارته والمثول بين يديه الكريمتين وشفعه فينا يا رب العالمين. وكان مولانا الإمام الرضا يسدل على وجهه بردة كجده المصطفى، كان نزل، فوقف أمامه إسحاق وابن حنبل وقالوا: بالله إلا ما كشفت عن وجهك وحدثتنا عن آبائك بحديث ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فأوقف الإمام بغلته وكشف وجهه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول أحمد بن حنبل: فاجتمع الناس، وكان الناس بين باك ومقبل حافر بغلته ولاطم على وجهه وصدره. قال أحمد، يقول أحمد بن حنبل: فحملني الناس فخطبت فيهم وقلت: لا تضيعوا علينا الوقت، انصتوا حتى نسمع ما ينفعنا. فصمت الناس وبدأ الإمام يقول. أحمد يروي يقول عن الإمام علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثني جبريل عليه السلام قال: حدثني رب العزة سبحانه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. صدق الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحمد بن حنبل يعلق يقول: بلغ عدد من نسخ الحديث من فم الإمام 10,000، 10,000 واحد نسخوا الحديث. قال أحمد: وأجيز كتابته بماء الذهب، وإذا قرئ هذا الحديث بإسناده على مجنون أفاق لوقته. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام، سبحان الله. شوف السند، شوف السند، أشرف سند تحت قبة السماء. هذا السند إمام عن إمام عن إمام عن سيد المرسلين عن رب العزة سبحانه. الله أكبر. هذا حديث. الحديث الثاني عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى الكاظم
قال حدثني أبي جعفر الصادق قال حدثني أبي محمد الباقر قال حدثني أبي علي زين العابدين قال حدثني أبي الحسين قال حدثني أبي أمير المؤمنين علي قال حدثني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبريل عليه السلام أنه سمع إسرافيل يقول أنه قرأ في اللوح المحفوظ أن مدمن الخمر كعابد الوثن. مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن من دون الله. صدق الله وصدق رسول الله وصدق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. احنا دي سلسلتنا الذهبية، دي السلسلة العالية. بالله عليك في سلسلة أعلى من دي؟ عارف السلسلة العالية عند أهل السنة إيه؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. شوف بس أنا عاوز كل عاقل بس يفتش ويشوف سلسلتنا الذهبية هذه. فضع أيها العاقل، ضع بين عينيك سلسلتنا الذهبية، وضع ما يقول عنها السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية عندهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله. بس أي عقل يحط الاثنين قدامه، أنا بقول بس يستعمل عقله ويستنجد بربه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاي برد، هات شاي. اللهم صل على كوثر المختار الزهراء صلى الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى بنيها. إلهي شفعها فينا بحق السر المستودع فيها، اللهم آمين. الزهراء يا مولاي، وهل يليق لمثلي أن يتحدث عن الزهراء؟ الله أكبر، الله أكبر. فاطمة بنت محمد، الله أكبر. ما شاء الله، ما شاء الله. حصنتكم يا سادتي بالحي القيوم من كل حاسد وحاسدة، ومن كل ساحر وساحرة، ومن كل منافق ومنافقة، ومن كل مشرك ومشركة. البيت الذي هو أعظم وأجل وأكمل بيت شهدته الدنيا، بيت الزهراء. وليه سيد المرسلين، وعميده أمير المؤمنين، وسكانه خيرة الله في العالمين من الأولين والآخرين، فاطمة الزهراء. وأولادها الحسن الحسين، عقيلة بني هاشم الطاهرة زينب. كنت في مرة أزور السيدة الطاهرة، لها مقام كبير عندنا في مصر، كنت أزورها مرة، فكنت أناجيها بهذه الكلمات: قل قم في ربوع الدنيا والآخرة وحي السيدة الطاهرة بنت الطاهرة، ونادي في الناس بأعلى الأصوات وقل يا بنت سيد السادات، أبوك دار الحكمة باب العلوم، علي على فوق النجوم. الله أكبر، الله أكبر. تعشقه الفصاحة والبلاغة، تعشقه الفصاحة
والبلاغة، إمام الناس إلى قيام الساعة. قال المصطفى: هو خير البشر، فمن يأبى من الناس فقد كفر. أخوك الحسين سيد الشهداء، سليل النبوة، سبط الأنبياء، صلوا عليهم وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم. نعم نعم، صلى الله عليهم أجمعين وسلم. سيدة الزهراء، أول حاجة نعرفها أن السيدة الزهراء هي البنت الوحيدة لسيد المرسلين، بقواعد في أكرم وأعظم شهر في السنة، في موطن مبارك هو موكب النجف. أسألكم عن هذه القواعد اعتقادا ونشرا، أسألكم عن ذلك يوم القيامة. نعم. البنت الوحيدة لسيد المرسلين، ولدت بعد نزول الوحي على حضرة النبي. أصلها يحير كل ناظر وعاقل ودارس، ليست ككل النساء، استحالة. هي من علياء الجنة، من علياء الجنة، حوراء آدمية، ودي ما حصلتش لأي امرأة في تاريخ الدنيا. حوراء آدمية، طاهرة مطهرة، ظاهرا وباطنا، حسيا ومعنويا. احفظوا هذه القواعد والصفات بالنسبة للسيدة الزهراء. خزانة علم النبي، خزانة علم النبي. الله أكبر. يعني كل ما ينطبق على النساء السيدة الزهراء بريئة منه تماما، مبرأة منه تماما. افهم يا أخي وانتبه، لأن باب الدخول إلى حضرة النبي، وباب الدخول إلى حضرة أمير المؤمنين، وباب الدخول إلى الحسنين، وباب الدخول إلى الأئمة، وباب الدخول إلى مولاي إمام الزمان هو السيدة الزهراء. باب الدخول، فتش كويس وشوف هتدخل ازاي من هذا الباب العظيم. سيدة الزهراء كل ما يطلق على النساء، يعني احنا عندنا النساء، المرأة على النصف من الرجل دينا وعقلا، هذا لا ينطبق على السيدة الزهراء نهائيا نهائيا. وهو في نسوان اليوم ده عندها نصف دين، ده ما عادش خالص نصف دين. طب يا ريت يا ريت. بلغني ان واحد عالم راح يزور زميله، فامرات العالم صاحب البيت بتسأل الشيخ اللي هو جاي يزوره، بتقول له: من حق احنا بنص دين وبنص عقل. قال لها: مين اللي قال كده؟ قالت له: زوجي. قال لها: لا ما تسمعيش كلامه، ده اللي بنص عقل وبنص دين دول نساء النبي، لكن انتوا لا عقل ولا ذمه ولا دين. ما عادش خالص. هو المرأة على النصف من الرجل، عقلا شهادتها بنصف شهادة الرجل، دينا تحجب عن عبادة الله للصلاة والصيام في أيام الحيض والنفاس. فهذا نقصان العقل ونقصان الدين. ثم موضوع العقل والتفكير معروف، ومولانا أمير المؤمنين له وصية: يلا بينا نتجوز على المنهاج بتاع أمير المؤمنين. قال: خذها أمير المؤمنين، خذها سمراء مربوعة عيناء عجزاء، فإن أبغضتها فالضمان علي، أدفع لك المهر. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدة الزهراء. إذا السيدة الزهراء احنا لما نقول سيدة النساء أو
يعني كاملة النساء، ده كلام استثنائي، لكن السيدة الزهراء دي مخلوق عجيب، لا تستطيع أن تعرف هذه الشخصية إلا بما عرفها به أبوها. ماذا قال أبوها صلى الله على حضرته؟ قال: هذه فاطمة، من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي ثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي. الله أكبر، الله أكبر، روح النبي، الله أكبر. أرقى ما في رسول الله روحه، هي روحه. الله الله، روحي التي بين جنبي. إنا لله. يعني اللي آذوها آذوا الروح المحمدية نفسها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل من مدكر، هل من مدكر؟ وروحي التي بين جنبي. فاطمة روح محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما قلت لك في أمير المؤمنين، في أمير المؤمنين قلت لك كل ما على رسول الله من فضائل وما له من خصائص تنسحب على أمير المؤمنين. السيدة الزهراء كذلك، السيدة الزهراء كذلك. انتبه. هل سمعت أخي الحبيب أن النبي كان يقوم لها من مجلسه؟ إذا دخلت يقوم من مجلسه. الله أكبر. كل الوجود يقوم لرسول الله، والنبي بجلاله كان يقوم لفاطمة. الله أكبر. يبقى جالس حوله الناس أو وحده أو حوله نساء، إذا دخلت يقوم. إيه ده؟ ما عندناش في حد بيقوم لبنته؟ لا، ده الموضوع مش موضوع بنته بس، موضوع أرقى وأسمى مما نتصوره بكثير. يقوم له ويستقبله فيشم ريحها ويقبل بين عينها ويقول: أشم منها رائحة الجنة، ويجلسها في مكانه. ده موضوع عاوز تفكير بقى وعاوز بحث كبير جدا. يقوم النبي محمد من مجلسه، ده جبريل كان بيدخل عليه كان لا يقوم له. جبريل أمين الوحي وسيد الملائكة كان يدخل على النبي لا يقوم له، يقوم لفاطمة من مجلسه. الله أكبر. امال الملاعين اللي آذوها وشتموها على المنابر وأخرجوها منكسرة باكية، الله، امال ايه اللي حصل بقى؟ ازاي وهم يروون ذلك في كتبهم، يروون أن النبي كان يقوم له، هم اللي راويين هذا، ويترضون عمن ضربها وآذاها وأخذ مالها بغير حق. أنا لا أدري كيف العقل، أين العقل؟ ازاي؟ الزهراء أول حاجة النبي يعرفها فيقول: روحي التي بين جنبي. روحي. بالله عليك، هل هناك وصف أبلغ من وصف رسول الله؟ في أي وصف؟ لو اجتمع العالمون على أن يمدحوا الزهراء يقدروا يمدحوها بمثل ما مدحها به أبوها؟ يعرفها بأنها ثمرة فؤاده. الله أكبر. وروحه التي بين جنبيه. هذا في التعريف. في التطبيق الفعلي بقى، هذا تعريف قولي. التطبيق الفعلي: إذا دخلت قام من مجلسه واستلمها فشم ريحها وقبل بين عينيها وأجلسها في مكانه. الله أكبر. كل واحد منكم يبحث بقى ويدقق يشوف هيطلع بإيه من هذه قواعد افهموها بالنسبة للسيدة الزهراء.
يبقى لما ربنا يسميها الكوثر، نعم، خير كله خرج من فاطمة، كل الخير سر النبي خرج من فاطمة، الإمامة في أمته خرجت من فاطمة، الولاية لله في هذا الكون خرج من فاطمة، الولاية خرجت من فاطمة. ويقول عنها النبي خزانة علمي. الله أكبر، خزانة علمه. يا أمال فين أحاديثها، فين دروسها، فين فتاواها؟ ده احنا آذاننا ملت من أم المؤمنين عائشة. الواحد جاله صداع مما يسمع. طب فين الزهراء يا اخوان؟ فين روح النبي؟ فين بضعته؟ فين خزانة علمه؟ أين هي؟ فين كلامه؟ أقول لك يا سيدي، لها خطبة أهل السنة يملكون شيئا، واحد يقول لك لا ما حصلش، مش خطبة الزهراء دي، ما حصلتش، ده هم مألفينها وضايفينها للزهراء. مش بقول لك يعني على الدنيا العفاء اهو، راسنا وجعتنا من كلام عائشة ومش لاقين ولا كلمة عن الزهراء. فين خطب الزهراء؟ فين احاديثها ودروسها؟ كان لها درس يومي تستقبل النساء اسئلة واجوبة واسئلة واجوبة. تيجي واحدة تعتذر تقول لها اعذريني انا اتعبتك في الاسئلة والاجوبة، تقول لها لا، أرأيت لو أن مثل هذا الحمل صعدت به السقف وأعطيت قدره من الذهب والفضة هل يكون هذا تعب؟ قالت لا. قالت ما أقوله لك وما تسمعيه مني خير من ذهب الدنيا وفضتها. الله أكبر. مفيش ملل لأنهم جبلوا على طاعة الله وحبه. مخازن سر الله الزهراء. سمعت عن بطولتها شيء؟ بطولة الزهراء سمعت عنها؟ بطولة الزهراء في مكة عند المسجد الحرام. كل يوم كانت تدبر مؤامرات لحضرة النبي، كل يوم يوميا مؤامرة يدبروها كفار قريش عاوزين يخلصوا من محمد. 40 مؤامرة دبروها لقتل النبي، لقتله، ونجاه الله عز وجل. 40 مؤامرة في مكة وفي المدينة وفي خيبر، 40 مؤامرة. الله أكبر. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. موقف بطولي للزهراء، هي مع أبيها في حرم مكة عند البيت الحرام. كان اليوم ده يوم مين؟ يوم عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله. أتى بشاة ميتة، شاه ميتة. تعرف بقى الذبيحة لما تموت ورائحتها تتغير، وفتح بطنها كده، خلى حضرة النبي يرفع رأسه من السجود، راح واضع النجاسة دي كلها. وتقوم الزهراء في الوقت ده سنها 5 سنين، شوف البطولة. وتدفع الرجل وتميط الأذى عن وجه رسول الله وهي تبكي. أما يعلم أنك رسول الله؟ الناس دي مجانين، مش عارفين ان انت رسول الله. فيقول لها لا تبكي يا بني، ان الله مانع اباك ولو بعد حين. موقف. تعال لموقف من بطولات الزهراء. بالله عليك عمرك سمعت عن حد دافع عن امير المؤمنين في حياته؟ هو اللي كان بيدافع، هو اللي دافع عن الاسلام وعن نبي الاسلام وعن المسلمين. دافع حياته كلها، كان يدافع. لكن عمرك سمعت حد يدافع عنه؟ هو محتاج لحد يدافع عنه؟
الوحيد الذي دافع عن أمير المؤمنين الزهراء، الوحيد في التاريخ. شوف حياة الإمام 63 سنة، ما احتاج وما اضطر إلى أحد يدافع عنه، الدافع عنه الوحيد الزهراء. يوم أن أخذوه من بيت الذين كانوا أجبن خلق الله في تاريخهم، أجبن خلق الله. عشان كده بقول لكم الله يظهر الحق، يحق الحق ويبطل الباطل. بالله عليك، ادي انت شايف رواة الاحاديث ملأوا الدنيا كذب وزور وبهتان، بس ما قدروش يزوروا ولا يكذبوا في موقف واحد. ما قدروش ينسبوا لأبي بكر وعمر أنهما قتلا كافرا من الكفر، ما حصلتش. لا قدروا يقولوها ولا قدروا يكذبوها ولا قدروا يكتبوها، ما حصلتش. شوف الجبن دول يهجموا على بيت الزهراء ويربطوا ايدين امير المؤمنين في حبل وياخذوه، وتفيق الزهراء، تفيق مما بها ومما جرى لها. اين ابن عمي؟ اخذوه، ستسير خلفه. خلوا عن ابن عمي، ووقفت والقت خطابها الذي فضحت فيه نفاقهم وكفرهم وردتهم عن دين الله. شوف موقف مع ابيها في مكة عند البيت الحرام، وموقف مع زوجها الامير في مسجد رسول الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حي الله السيدة الزهراء. مش هيخلص الكلام عن السيدة الزهراء، بس بيقولوا في اسئلة كثيرة الليلة فنستقبل الاسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز، لو تسمح لنا ناخذ كم سؤال إن شاء الله من الأخوة في غرفة الغدير، ونرجع للأسئلة اللي بداخل الموقف. هذا يا سيدي، تفضل. نعم. سؤال من الأخ مولاي علي، يقول فيها: الله يعطيك العافية مولاي الشيخ، اللهم. سؤالي: ما هي المشكلة الأساسية لمذاهب السنة لمعرفة الحقائق كما عرفتها؟ أرجو الإجابة بصراحة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله. المشكلة لأهل السنة ليست هي المذاهب ذاتها، مشكلة ملخصة في أمرين اثنين، انتبهوا. حصيلة اجتهاد 50 سنة، أحدثكم بها حيثين اثنين: العقبة الكبرى عند أهل السنة، السد المانع عن معرفتهم لآل البيت وعن اتباعهم. أولها، أول العقبات، عائشة. دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. عاوز أعرف الاثنين دول نايمين في بيت النبي عشان إيه؟ بأي سبيل وبأي دليل؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يدفنوا بجوار جده، تمنعه عائشة. ويا ليتها منعته، بس ده منعته. وركبت البغلة وطاحت: إن هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي. قالوا لها: تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت. ويا ريت اقتصرت على ذلك. ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام. هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام، وقالت: لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله سبق النبوة،
وسيد شباب اهل الجنة، قرة عين المصطفى، تكرهينه؟ لا ردك الله. وماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. هذه اول عقبة، حطت عقبة كبيرة جدا، دفنت ابو بكر وعمر. بقى يا بنت الكلب، ابو بكر وعمر يناموا في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. الله. فلغايه النهارده عملت عقده مش حد عارف يحلها ابدا. يا ناس دول ظلمه. يقول لك ازاي؟ ده نايمين في ريح النبي وربنا هينوم في ريح حبيبه. ناس اشرار. شوف العقده اللي عملتها بنت الكلب. شوف، لا شوفوا قد ايه. ادي اول دمار حصل. يا ناس انتبهوا. يقول لك لا يا عم، لا، ده المؤمن بيقبر في التربه التي خلق منها، هم مخلوقين مع النبي من طينه واحده عشان ناموا في قبر واحد. شوفوا الجنايه اللي عملتها الملعونه. ادي اول حاجز عند اهل السنه. عشان كده قول ما شئت. عارف انت لو شتمت حضره النبي والعياذ بالله، اهل السنه ممكن يغفروا لك. يقول لك معلش استغفر وتوب وخلاص. عارف لو شتمت ربنا، عندنا ناس بتسب الدين، بيسبوا الدين لربنا، يقول لهم معلش بس استغفر. لكن تقدر تشتم ابو بكر وعمر يقول لك كفرت. يا دي المصيبه. يعني ليس لله عندهم مقام وليس لرسول الله مقام لأبو بكر وعمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ادي أول عقبة بقى عملتها عائشة. احنا بالمصري عندنا يقول لبست الأمة خزوق. هو الخزوق ده. هي بنت كلب، بنت كلب قرأت أفكار الأمة. عارفة أمة هبلة، أمة هبلة عقلها طايش، فقرأت أفكارهم كويس وعملت. طب ليه؟ بقى أنا عشان أتجوز واحدة أبوها يجي يدفن في بيتي ليه؟ خبر أسود. إيه اللي بيحصل؟ ده لما بنته تموت أبعتها له هو يدفنها مضى معاو، لكن هو يجي يدفن في بيتي؟ أدي أول كارثة حلت على الأمة. هي دي بقى الكارثة الكبرى، ان الملعونة دفنت ابو بكر وعمر بجوار النبي. فصارت ما هم لهمش اي فضل ولا لهم اي قيمة. كل اللي حصل مدفونين بجوار النبي، مدفونين بجوار النبي. طيب ادي الاولى. الثانية العباسيين عليهم لعنة الله، ما دول أشر من بني أمية. بنو أمية جندوا أبو هريرة وعائشة وأنس وكعب الأحبار. يعني لما العباسيين يجوا قالوا لك المذاهب الأربعة، كل ده كله عشان يبعدوا الناس عن أهل البيت. العالم الإسلامي حتى النهاردة 3/4 العالم الإسلامي ما يعرفوش ان امير المؤمنين له مذهب فقه. طب خليهم يعلنوه. انا بقول لك على النتيجة اهو. خليهم يعلنوه في مصر والحجاز. واحد عالم متمكن يقف على المنبر ويقول يا ناس، لا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفة ولا ابن حنبل، امير المؤمنين علي له مذهب يتعبد به. انا بأقسم لك ان بعد البيان ده كل بلد اسلامي سيتشيع فيها 10 مليون في اللحظة. الكل ما يعرفش ان امير المؤمنين له مذهب. لا احد يعلم، لا احد يعلم. ده انت عارف كانوا يقولوا لنا ايه الجماعة الصوفية عندنا؟ يقول لك امير المؤمنين مش اندفن في الارض. شوفوا بيصدوا الناس ويصرفوهم عن اهل البيت ازاي. بسأل واحد مرة شيخ كبير خالص، فجيه يديني الخلافة، بيكتب لي الخلافة عشان ابقى خليفته. فبقول له طيب الوقت احنا مش عارفين امير المؤمنين علي فين،
مش عارفين، مفيش اي كتب في مصر تبين امير المؤمنين مدفون فين. قال لي لا، امير المؤمنين لم يدفن في الارض. ما دفن فيه؟ قال ما هو قال لولديه الحسن والحسين اذا حملتموني الى المقبرة سيأتي رجل يركب بعير، اعطوني له، هيطلبني ادهوني. فواحد جه راكب بعير وقال هاتوا ابوكم، فراحوا مدينة الله. فسيدنا الحسين قال لسيدنا الحسن احنا مش عارفين اللي خد ابونا. شوف التوهة، مش عارفين اللي خد ابونا مين. فجروا وراه قالوا انت يا شيخ العرب انت. فالتفت وكشف وجهه لقوا ابوهم، يعني ابوهم خد ابوهم. يخرب بيوتكم، يخرب بيوتكم، ابوهم خد ابوهم. طب بعدين قال خلاص، وراح بقى رفعوا السماء وراحوا انتهى. انا لله وانا اليه راجعون. العباسيين عليهم لعنة الله من اولهم الى اخرهم عملوا خطة لا تقل عن خطة عائشة. قالوا الائمة بتاعت المذاهب الاربعة اصدروا فتوى بعدم الاجتهاد. صدرت الفتوى، خلاص اغلق باب الاجتهاد. ادي النكتة الثانية هي اغلق باب الاجتهاد عند اهل السنة. فاصبح ما فيش علماء تفتش، ما هو ما فيش اجتهاد. ما هو لو فيه اجتهاد كنت انا وانت من اهل العلم نجيب البخاري ده نقول لا الحديث ده مكذوب، الحديث ده غير صحيح. لا ما فيش، انت تجتهد، لا باب الاجتهاد مقفول. مين اللي قفل يا اولاد؟ مين اللي قفل؟ الجهاد ماض الى يوم القيامة والاجتهاد كذلك. ايه اللي حصل؟ فاصبح الوقت اي واحد عالم تسأله يقول لك ارجع للبخاري، ارجع لمسلم، ارجع مسند احمد، ارجع كده. اي ويقول لك الصحاح الستة. انا لله وانا اليه راجعون. فاغلقوا باب الاجتهاد، والكتب مليانة وباء. كتب فيها بقى فيها الايدز، وفيها السرطان، وفيها الوباء، فيها الدمار. فاصبح تيجي تقول الحديث ده يا اخوان ده مش داخل عقل، يقول لك لا انت هتجتهد، باب الاجتهاد مقفول. ادي النكتة الثانية، ادي سبب ضلال اهل السنة وبعدهم عن آل البيت. والله اعلم. تفضل يا عمي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها، كانت من الأخ مشاكس. يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ ثاني يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم 10 بسببه، كرهت. يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني اللي الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه. يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى 4، علي منهم، هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال. ما عدوش. على فكرة علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا. احنا بتاعنا اللي يمكن يكون رقم 4. لا، ده امامنا رقم 1 مكرر، مش رقم 2. يعني محمد 1 وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي العشرة مبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة؟ طب الزريبة هم دخلوها، طب والجنة مالها؟ الجنة مالها وما الموضوع ده؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيلة السوداء اللي جاية، عمر في الجنة. يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، ما ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة. يخرب بيتك يا عثمان، هو الإجابة. عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها وعلي في الجنة. طيب وسعد ابن ابي وقاص في الجنة. لا اله الا الله. وسعيد بن زيد في الجنة. وطلحة والزبير في الجنة. هذه المصيبة السوداء. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم، قل للمشاكس ذلك. نعم. احسنت مولاي، طيب الله انفاسك. سماحة الشيخ، هنالك سؤال يقول: ما هي وظيفتنا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أرجو التوضيح بشكل واضح. نعم، أنتم عليكم يا سكان الجمهورية، عليكم مسؤولية كبيرة وعبء كبير جدا، حمل كبير، حمل كبير. أنتم الآن بفضل الله تنعمون بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. أسأل الله تعالى أن يبشرنا ويوعدنا بما وعدكم به. يعني أنا هنا لما بسمع الأذان بس يطربني ويشجيني. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. الله أكبر، الله أكبر. شوف الجمهورية الإسلامية، شو احنا قاعدين نتحدث كما يروق لنا عن آل البيت، موكب النجف، الحسينية، الكربلائية. الأسماء نفسها أسماء تشرح الصدر، تذكرك بالأحباب. أنتم في نعمة في دولة أمير المؤمنين، أنتم في دولة أمير المؤمنين. اشكروا الله على هذه النعمة، اشكروه واحمدوه كثيرا. وجب عليكم أولا انزعوا من قلوبكم الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء. مفروض احسن دي تبقى جريمة كبيرة جدا، تبقى من أهل الولاية وفي دولة أمير المؤمنين وتحقد على أخيك، أو في مشاحنة بينك وبينه، أو تتكبر على أخيك، على أخيك تتكبر. صلى الله على مولاي أبي الحسن. في يوم قاعد كده وبعدين قال لي إيه؟ قال: والله إني لأعجب للمتكبر، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة. أوله نطفة مذرة وآخر جيفة قذرة وفي الوسط هو عربية مجاري ماشية. تكبر على ايه؟ على ايه تكبر؟ على اخوانك؟ على حبايبك؟ لا، من تواضع لله رفع ومن تكبر على الله خفض. يبقى لا اختلاف ولا بغضاء ولا شحناء ولا كبرياء ولا غيبة ولا نميمة. ده انا كل ما اشوف اي حاجة سلبية هنا انا مش عارف اكل هنا. انا نزلت حوالي 15 كيلو من يوم ما جيت لكم ضيافة، مش عارف اكل، لا لاقي الاكل اللي انا عاوز اكله ولا لاقي العيش اللي انا عاوز اكله. لكن كل ما اتذكر السلبيات دي انظر اهل الولاية خلاص كل حاجة تروح لحالها، وارضى وانشرح وانبسط انبساط كبير جدا، واحمد الله كثيرا.
فالمفروض ان انتم عدوا النعم، عدوا النعم. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. هذا عندنا. طيب خارج البلاد بقى، خارج البلاد عاوزين راية لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللي ضحى من اجلها سيد المرسلين محمد، وضحت من اجلها السيدة الزهراء، وضحى من اجلها امير المؤمنين علي. الله اكبر. كل ده شوف التضحيات اللي ضحوها آل البيت. ستنا الزهراء عملت ايه؟ مش كانت عاوزة تكشف رأسها الشريف وتضرع الى الله، كانت انخسفت الارض بما عليها. لو فعلت ذلك لخسفت الارض بمن عليها، لكن حفاظا على الاسلام وعلى بيضة الاسلام وعلى وحدة المسلمين وعلى كلمة التوحيد تحملت وظلت تبكي وتئن الى ان لقيت ربها شهيدا من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر. امير المؤمنين، امير المؤمنين شوف تضحياته في سبيل وحدة المسلمين. شوف مولانا الحسن، شوف الحسين وكربلاء وما جرى. مولانا ضحى التضحيات دي كلها عشان دين جده. هو قال كان دين جدي لا يستقيم الا بقتلي فهيا يا سيوف خذيني. الله اكبر على الحسين. الله اكبر. صل يا ربنا على الحسين، وصل على ابي الحسين، وصل على ام الحسين، وصل على اخي الحسين، وصل على اولاد الحسين التسعة، وعجل يا ربنا فرجهم. اللهم بحق الحسين صل على الحسين، واشف صدر الحسين بظهور ولده الحجة صلى الله عليهم اجمعين وسلم. نعم نعم. بسم الله. احسنت مولاي، طيب الله انفاسك. الله اليك. هنالك سؤال من الاخ جمال بيكي من الدنمارك، يقول كيف نرد على الذين يقولون ان الامام الحسين عليه السلام قد اخطأ عندما اخذ معه اهل بيته من نساء واطفال الى كربلاء وهو يعرف المصير، وهل للامام الحسين عليه السلام الحق في التصرف في حياة اهله؟ تفضل مولاي. حياة اهله؟ الامام له التصرف في عالم الملك والملكوت، في عالمي الملك والملكوت، له حق التصرف في عالمي الملك والملكوت. وانا لسه بقول لك ما احنا لازم نقرأ القرآن ونفهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بك من نفسك، امير المؤمنين اولى بك من نفسك، الحسن اولى بك من نفسك، الحسين اولى بك من نفسك. عد الائمه كلهم لهم ما لرسول الله. ولا تنس حديث اولنا محمد واخرنا محمد واوسطنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اخي صاحب السؤال. قل له يقول لهؤلاء المجانين، يقول لهم اتعلموا من الحسين، اتعلموا. شوفوا خطط الاوصياء، شوف الخطة العسكرية الناجحة. النهاردة انهض ابعت افغانستان مراسل صحفي عشان يدينا الاخبار، يبعت لك مراسل صحفي. ابصر المراسل الصحفي. شوف في فلسطين ماذا يحدث. شوف الصحفي يحاول يجيب الاخبار، يحاول يلقط صورة، ينضرب وتكسر كاميرته. الامام الحسين اراد ان ياخذ صحافة امينة لتخلد ذكريات الاستشهاد والتضحية الى يوم القيامة، فاخذ الاهل، اخذ النساء، واخذ الاطفال، والا
تعلم بس من الحسين. لو ذهب الحسين وكم رجل معاه وراحوا واستشهدوا وخلاص، وكانت الناس، شوف الناس دلوقتي نسيت موضوع الغدير وانتهى، لكن موضوع كربلاء حي الى اليوم بالدموع التي تذرف على الحسين كل عام، بالخطة المحكمة التي اتخذها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقل له فكروا وتعلموا من الحسين. نعم. الله يكرمك. ولا يطيب الله أنفاسك. نعم. هنالك سؤال من الأخ مشاكس أيضا، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجو من سماحة الشيخ حسن شحاتة أن يعطينا نبذة بسيطة عن ابن تيمية المجسد، يخرب بيته وعلى أي شيء اعتمد في تجسيده لله جل وعلا. أدامكم الله أسدا للإسلام والمسلمين، وحشرك الله مع الزهراء عليه آمين. اللهم يوم القيامة. تفضل مولانا. إلهي آمين. أنا لي تالي 3 خطب جمعة في تكفير ابن تيمية، فإن شاء الله إن كان لي في الحياة بقية سأرسلها لكم وتبقى تقول له مشاكس. بس انتبه، هذا الملعون عليه لعنة الله ابن تيمية ده إنسان بلطجي مهرج معقد نفسيا. أولا هو من شر الناس، نمرة 1. حط بس لأنه عاش أعزبا ومات أعزبا. شراركم عذابكم، نمرة 1. دي أول حاجة بس خدها. طيب، ثانيا أساء في جناب الحق جل جلاله، في جناب الله. قال ما لا يقوله يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أبدا، ما يقدرش حد يقول. هل يليق بأي إنسان عنده ذرة من الإنسانية يقول ربنا قاعد على العرش وفرح منه كده شبرين؟ النبي هيقعد في شبر وتفضل حتة. طب ما يقعد فيها الإمام علي؟ ما هو لا، هو حتة هيقعد فيها النبي. هل هذا كلام واحد عاقل؟ يعني العرش ساع الله الذي وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء وسعه العرش. واسمع، قضية دي حضرها المقريزي ومسجلها. قال حضرت صلاة الجمعة مع أحمد بن تيمية في دمشق في المسجد الأموي. قال بالنص: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كنزولي هذا، وراح نازل. يخرب بيتك كنزولك هذا. وطلع قعد وقال إن الله جالس على العرش ويسمع له أطيب. العرش ما يزيق كده كرسي تقعد عليه ويزيق، اهو العرش بيعمل كده. هذا كلام كفر، هذا كفر والعياذ بالله. كافر يسمونه شيخ الاسلام، بدل سموا عمر امير المؤمنين. طب ايه الغريب؟ كافر اصبح شيخ الاسلام، لا غرابة. عمر امير المؤمنين، يا دي المصيبة السوداء. ابن تيمية شيخ الاسلام وعمر صاحب الفرج. شوف الامة واللي جرالها. طيب، يجي على سيد المرسلين يغلط في سيدنا النبي شخصيا، سيدنا الرسول مباشرة. طيب، يجي على امير المؤمنين يقول علي كئيب واخطأ في 17 موضع، وكل اتباعه هيروحوا جهنم، ما فيش الا هو. علي لوحده هيروح الجنة ويسيب حبايبه؟ طيب، هذا الملعون ابن تيمية. ويقول الملعون ابن تيمية عن الزهراء صلوات الله عليها: لعنك الله يا ابن تيمية. قال إن فيها شعبة من النفاق. لعنة الله عليك يا ابن تيمية، لعنة الله عليك يا ابن تيمية. الله، الزهراء فيها نفاق؟ قال ما هو الآية اهي: إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فعشان أبو بكر مش اداها فدك
زعلت يبقى هي منافقة. ألا لعنة الله على ابن تيمية. نعم يا حبيبي. نعم. أنت مولاي. هنالك سؤال من الأخ روحي تحبك اسمه شيخنا. الأخ مين؟ يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله وأنا مستبصر إن شاء الله. ما هو دوري تجاه أهلي حيث أنهم لا يعلمون شيئا عن شيعة أهل البيت عليهم السلام وجزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله. مبارك حبيبي، ألف مبروك عليك، ألف مبروك. ركبت السفينة، ركبت سفينة النجاة. خلاص امسك بقى، امسك في القلع ماسك الحسين، امسك معاه وشد يدك وعض بالنواجذ على كتاب الله وعترة النبي. أصبحت يا عبد الله ربك الله ونبيك محمد وإمامك علي والأئمة من ولده، وأنت الآن في أعظم عبادة تنتظر الفرج، تنتظر فرج الإمام الحجة. اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه، اللهم عجل. مبارك عليك حبيبي عبد الله. حبيبي أنا عاوزك تقرأ وتتفقه على مذهب آل البيت. اقرأ بك، جد واجتهد. أنا كنت أقرأ يا عبد الله في الليلة 500 صفحة. اقرأ يا عبد الله، اقرأ وعض بالنواجذ، وانسى بقى، انسى البلاوي الكراكيب اللي عندك ترميها كلها، وابدأ بقى تلقى من بيت النبوة، من بيت الوحي. وان كنت يا حبيبي من مصر اوعى تجيب سيرة لأهلك احسن يحصل لك زي اللي حصل لي. حاول بس هم يشوفوك كده، وان شاء الله ربنا يشرح صدرهم. اللي تلاقي عنده استجابة لوح له كده بالاول تلويح كده بهدوء، لعل الله يهدم. واللي لقيت واحدة بقى في الأسرة عندك يعني في حب الزهراء كده، يعني متعشقة زي أمي لما أخبرتها وعملت أول عزاء للزهراء، إن وجدت هذا على طول بلغها واستعن بالله يا حبيبي. أسأل الله أن يحفظك ويرعاك. نعم. سنت مولاي. هنالك سؤال من الأخ خالد يقول فيه: شيخنا العزيز، إن هناك بعض الروايات تقول أن موت الرسول مشكوك به، أقصد أنه هناك من له دور في ذلك. كما معروف أن النبي لقي ربه شهيدا، معروف. أنا مش لسه جاي لك في سورة القرآن في التحريم فضح الله الخائنات، بنت الخبيث وبنت الزنديق المتزندق. أنا جاي لك من كم ليلة في سورة القرآن. معروف أنهم عملوا لتا ملتوت، أشياء كانت تعمل أيام، ودسوا فيه السم وأعطوه لحضرة النبي. معروف هذا. نعم. تفضل يا حبيبي. ننتقل لأسئلة الأخوة اللي موجودين بالموقف إن شاء الله، ونرجع للأسئلة اللي يقبلوا في غرفة الغدير. ليه إن شاء الله؟ مش هنتسحر ولا إيه؟ ننتقل ونرجع. أنت أمرك عجيب خالص. طيب، اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث اللي الجنة تشتاق إلى 4. ما هو موقف بلال من ولاية أمير المؤمنين؟ كان موالي بلال، كان مواليا ولم يطق، سكن المدينة فهاجر إلى الشام، جاء إلى حمص وهو على ولايته للإمام. افهم ذلك جيدا. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: قال إمام السنة ابن حزم، ده آخر إمام في الملل والنحل: القرآن لم ينزل به جبريل على قلب النبي،
وإنما نزل عليه بشيء آخر. فما هو المقصود؟ روح اسأله، روح اسأله على التخاريف اللي بيقولها: من الحزم ألا تقرأ كتب ابن حزم. من الحزم ألا تقرأ كتب ابن حزم. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا صاحب الخلق الأول. طب ومال؟ إيه اللي مزعلك أنت من كده؟ أنت بتعرفني أنا جريها وعرفت. صلى الله وسلم على مولاي أمير المؤمنين. يقول سماحة الشيخ سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. من الذي أطلق مصطلح السنة والجماعة؟ معاوية. السنة لعنة أمير المؤمنين، والجماعة اجتمعوا عليه، فأهل السنة يعني أهل اللعنة. بس هم مش عارفين الاسم ده، لو عرفوه يتبروا منه. ما هو معاوية سن لعن أمير المؤمنين على المنابر واجتمع الناس عليه، حتى لما جه عمر بن عبد العزيز قال مش ممكن، ما اقدرش ألعن أمير المؤمنين علي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قرأ الآية دي مكان، قالوا له تركت السنة تركت السنة. هذه أخويا أهل السنة والجماعة. بيقول عليكم السلام ورحمة الله: لقد ذكرت مرارا حضرة الخضر، الرجاء أن تشرحوا لنا من هو. ما أنا بقول لك أهو: بل يا ابن ملكان. بل يا ابن ملكان ده الاسم، وكنيته أبو العباس ولقبه الخضر. معلم موسى، وعاش من يومها، وزار حضرة النبي محمد اللهم صل عليه، وزار السيدة الزهراء وعزاها في رسول الله، وطلب من الله امتداد الأجل حتى يخدم خاتم الأئمة الحجة المنتظر. اللهم صل على محمد. انت عرفت كويس؟ اذا ذكر ابو العباس الخضر يعني هو الان مر من مجلسنا، كلما ذكر يمر من المجلس، فنقول له: عليك سلام الله ورحمته وبركاته، بلغ سلامنا لمولانا امام الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعلنا من أنصاره، والعن الجبت والطاغوت بعدد ما أحاط به علمه. قال مولانا أمير المؤمنين في رسالة إلى معاوية لعنه الله: نحن صنائع الله والخلق من بعض صنائعنا. نعم نعم، هم اطلق على الأئمة ما شئت من مدائح، قل فيهم ما شئت إلا الربوبية. عند الربوبية كيف؟ لكن قل فيهم ما شئت. نعم، هذا المقال أمير المؤمنين قاله، والإمام الباقر قاله، والإمام الصادق قاله. ودي انت هتشوف إن يسر الله وحضرنا مولانا الإمام الحجة سترى بعينك معجزات لم تقع من أول ما خلق الله الدنيا، تقع على يد الإمام الحجة فقط. هتشوف إن شاء الله. نعم، أرجو منك أن تذكروا لنا الأدلة ولو بنحو الإجمال على استحالة رؤية الإمام الحجة في اليقظة. يا حبيبي هذا مستحيل، وما يجرؤ أحد أن يصرح به. هو اللي بيحصل إيه؟ خد بالك، كثير من إخواننا عندنا في مصر يدعون رؤية النبي، يدعون رؤية النبي في المنام. اللي بيحصل انه يرى واحد لابس جلابيه بيضة ووجهه منور. جبل الانسان عند رؤية اي جمال يقول اللهم صل على النبي. كل ما يشوف اي صورة جمالية، يعني انت لو شفت مثلا طبق مليان لبن حليب او لبن، اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت جزازة مسك رائحتها زكية، اللهم صل على محمد وآل محمد. لقيت المأدبة محطوطة وعليها أكل يفتح النفس بقى، اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقول لهم دققوا في من ترون، إن أنت مجبول إنك تصلي على النبي عند أي مظهر جمالي. هل حد من التاريخ من لدن الغيبة الكبرى، هل أحد من العلماء أو الفقهاء أو الصالحين
قال أنا رأيت الإمام الحجة وقال لي أنا الإمام الحجة، ما حصلش. هو اللي بيحصل إنه يقع في مأزق، يتوه في طريق، يصيب وعكة مرضية شديدة، فيرى أحد الصالحين يمسح عليه أو يدل على الطريق، لكن واحد قال له في اليقظة أنا الإمام الحجة، ما حصلتش نهائي. هو اللي اوتوماتيك بيقول أنا شفت الإمام الحجة، هو الذي يقول. فالذي يراه يقظة أحد أصحاب الإمام، أحد أصحاب الإمام. معلوم أنه بعد الغيبة الكبرى نفى الإمام مشاهدته تماما، ومن ادعاها فهو كذاب. والكلام على إجماله، مش لازم يدعيها بالنيابة إنه نائب عن الإملاء، يدعيها في أي حال من الأحوال هو كذاب. نقول بكذبه ونعتقد ذلك ونلقى الله عليه. نعم، لكن في المنام يلا شد حيلك وأنت تطالع الطلعة البهية في المنام. نعم. يقول يا سيدي هنيئا لك، دعاء عند الإخوة هنالك الدعاء عند الإخوة أبناء العم أن عثمان بن عفان جمع القرآن، فما هو رأيكم؟ أول من جمع القرآن أمير المؤمنين علي. أول من جمع القرآن أمير المؤمنين علي. بس كان في سادة من الصحابة، مولانا أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود اللي هو مصحف كاتب خطه، وأرادوا يأخذوه منه، قال أموت ومش هسلم المصحف بتاعي ده، فضربوه ضربة أصابه فتاق في بطنه ومات بسببه. فيا سيدي عثمان بن عفان كان حرامي نمرة واحد، حرام، دي الشغلة المشهور بيها عثمان. نعم. هل حضرتم درس خارج الفقه والأصول عند أحد علماء الشيعة؟ الحمد لله رب العالمين. بيقول شيخنا كنا نسمع أن هناك في مصر صحوة إسلامية كبيرة حتى عند الفنانين والفنانات. ما هو أيوة، بس أنا قلت لهم إن كنتوا هتخلعوا لبس الرقص والتمثيل، تتحجبوا وتبوا في الوهابية، لا خليكم ارقصوا أحسن. ما هو أحسن فعلا، لأن اللي بيحصل إنها تتحجب وتروح داخلة على الوهابية. قلت لا خليك أحسن. هو زي واحد بياخد رأيي بيقول عاوز أدخل الإسلام، وتروح تدخل الإسلام عند السنة ولا هتيجي لبيت أمير المؤمنين؟ قال ما مش عارف. وأنت كنت عاوز تروح عند السنة خليك على الشرك أحسن لك. إنما عاوز تسلم إسلام صحيح تعالى وأنا أقول يجي الحمد لله. طيب بيقول شيخنا العزيز من هذه الآية الكريمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هل كان النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله مذنب؟ حاشاه حاشاه حاشاه. شوف يا سيدي، في هذه الآية الشريفة المعصوم لا يذنب أبدا، معصوم من لدن الولادة إلى اللقاء، إلى لقاء ربه، يعني في سن الصغر. انتبه، المعصوم حتى في سن الصبا لا يمكن يعمل عمل مخل، لا يمكن، استحالة. هذه هي الولاية التكوينية، مش عجز منه، لا هو يقدر يعصي بس لا يمكن، لا يخطر على باله ولا يجي في مشيئته ولا في إرادته أبدا. امال ايه بقى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ايه الذنب هنا؟ قال ذنوب الأحباب، أمته المحبون ذنوبهم يشفع فيها النبي فتقبل شفاعته ويغفرها الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآله. هذه حال. الوجه الثاني أن النبي شوف كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان يقضي اليوم واليومين والثلاثة بلا طعام ولا شراب، ويقول لو سألت ربي ملء الأرض ذهبا لأعطاني، والجبال عرضت عليه فأبى. كل ذلك وكان مع أعماله دي كلها
يظن أنه مقصر في حق الله عز وجل، يعد على نفسه أخطاء هي ليست أخطاء. قال الله له حتى ما تعده على نفسك بنفسك قد غفرناه لك. خذ بالك، يعني هو كل اجتهاد والعبادة والقيام والتبليغ كل ده كله، ويعد على نفسه أنه مقصر في حق الله عز وجل، وهو غير مقصر في حقيقة الأمر. فالله يقول وإن أعددت على نفسك فقد غفرنا لك ما أعددته على نفسك. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، بيقول إن الشعب المصري من انتفاضة الأقصى متفاعل معها 100%. 100%. وهل يوجد مسلم لا يتفاعل مع انتفاضة الأقصى؟ يوجد، بس الجماعة الأشرار في الجزيرة العربية، في بلد ابن عبد الوهاب وبلد مسيلمة الكذاب، بقول لك الأعمال الانتحارية أعمال انتحارية مش استشهادية، مش دفاع عن الوطن، مش دفاع عن المسجد الأقصى. شوف ده كله يقول لك أعمال انتحارية. لكن في مصر الكل يؤيد ما يقوم به الأبطال الذين نبأ بهم القرآن: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعم. هل يعرف جمهور المسلمين من العامة أن علماءهم في كتبهم المعتبرة عندهم علماء السنة الكبار يتهمون النبي صلى الله عليه وآله بتهم كثيرة وجنابكم أعلم بها ولا أريد ذكرها؟ أيوة عارفين والعلماء بيتهموا حضرة النبي بتهم جامدة خالص، تهم لا عائشة فتحت والعياذ بالله بربخ من الوساخة والقذارة على حضرة النبي واتهمته باتهامات والعياذ بالله. شوف لما واحدة زي عائشة تقول أن عمر كان أرحم من رسول الله. يا ستار يا رب، عمر! إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، ما موقف علماء العامة منك حين تعود لمصر؟ مش عارف، وأنا أعلم الغيب، وأنا عاوز موقفهم ولا مش موقفهم. أنا أصلا عاوزهم في إيه؟ ما أنا قلت لهم أنا عاوز أبو بكر وعمر في إيه؟ أنا مش عاوزهم أصلا. الله ربي، محمد نبي، علي إمامي. أنا عاوز أبو بكر وعمر أعمل بهم إيه؟ مش لهم شغل عندي من أصل. أنا أصلا ما عنديش شغل لهم، هعمل بهم إيه؟ فعمل إيه يا أخويا علماء العام؟ أعمل بهم إيه؟ خلاص، مسألة رضينا بأمير المؤمنين وليا. طيب، عليك سلام الله. بيقول جاء في صحيح البخاري أن عمر ثاني عمر ادعى أن آية الرجم وآية الآباء كانتا في القرآن. كنت عاوز أقول لك كلمة بس احنا على الفضاء بعدين إن شاء الله. طيب، بيقول ما رأيكم فيما ينقل أن سيد حيدر الحلي كان ينظم قصيدته أمام ذلك الشاب حتى وصل إلى قوله مخاطبا الإمام الحجة: ما الذين فقال له ذلك الشاب: ما مضمونه؟ ايوه نعم. وانت كمحب لامير المؤمنين لما تسمع اي حاجه عن اهل البيت الا يتقطع قلبك؟ انت كلنا ونحن نسمع العزاءات، ما جرى للزهراء وما جرى لامير المؤمنين وما جرى للحسن وما جرى للحسين، ما جرى لمولانا علي بن موسى الرضا، الا تتقطع قلوبنا؟ هذا شيء عاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله